السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم في قناتكم يوميات ريتاج في المطبخ. نتمنى ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذه الوصفه. اليوم جيت نشارك معكم بطاطا فركوشه، مقادير بسيطه ويجي الطبق تاعنا مجمر وثقيل وطايب غايه وكما نقولوا سريع التحضير. شوفوا المقادير. عندي زوج حبات تاع بصل رابيتهم، تقدروا تقطعوهم مكعبات هكا مربعات صغيرين. انا ربيت البصل تاعي نحطه هنا في المول اللي راح يدخل للفرن. نحط هادو زوج حبات تاع البصل. هنا عندي حوالي قريب صدر تاع دجاج، قطعته كيما هكا قطع صغيره باش يطيب معانا. نحطها على البصل تاعنا. هنا عندي التوابل، عندي الملح، عندي شويه تاع الزعفران، شويه تاع راس الحانوت، وعندي سنه تاع ثوم مقطعه ولا مرابيه. هنا ضروري في الوصفه تاعنا هذا الزعتر ووريقات تاع الرند. هنا عندي فلفل حار وفلفل اسود. نحطوا هاد التوابل. نحاول كيفاش نخلط مليح هذا اللحم مع البصل. هنا كما راكم تشوفوا خلط مليح هكا باش كاع داك اللحم تاعنا يبدي هذوك التوابل. هنا عندي حوالي ربع كاس تاع زيت، تقدروا تعوضوه بالزبده. هنا بعد ما نخلطها نقلع كميه نخليها هي في الوجه تاع البلاط تاعنا. نرفد هكا اللحم والبصل. والكميه هذه النص الزاوجه نحاول كيفاش نفرشها هكا مليح في المول تاعنا. هنا عندي البطاطا كنت قطعتها هكا دوائر، نحاول كيفاش نستفها في المول بهذه الطريقه. الكميه تاع البطاطا تبقى على حساب العائله، كل واحد ويدير الكميه اللي راح تكفيه. انا نستف كاع البطاطا ونرجعوا فيما بعد. هنا بعد ما استفت البطاطا تاعي نجيب هذيك الكميه اللي كنا خليناها تاع البصل واللحم، نحط هكا من الفوق باش تجينا كاع البطاطا تاعنا مشربه بالنا تاع البصل وهذوك التوابل. هكا طريقه سهله ما يشدش الوقت، كما راكم تشوفوا ما فيهش مقادير بزاف. نقدروا حتى نحضروه نقولوا في رمضان، يجي ساهل ويجي بنين كيما هكا. عندي حبيبات تاع زيتون يعني تقدروا تستغنوا عليهم ويعطي لها بنه شابه. هنايا ندير الماء، ما تقدروا ديروه بارد كما تقدروا ديروه حامي عادي، ونكب هكا. ما نكثروش الماء باش يجينا الطبق تاعنا مجمر وشباب. نقصوا له النار كي ندخلوه للفرن. هنا راح نستعمل هذا الورق تاع الطهي باش نغطي به. لازم نشمخوه هكا باش كما نقولوا ما ينحرقش معنا في الفرن. كما هكا شمخته بالماء. شوفوا كيفاش يولي طري هكا. نحاول نغطي الطبق تاعنا مليح. هنا اللي عندها بلاع ولا كما نقولوا بلا يكون كبير على هذا تقدر تزيده من الفوق هكا باش يطيب معها البطاطا بالخف واللحم. ندخلها للفرن مره على مره نتفقدها حتى نشوف البطاطا تاعي طابت واللحم. نشعل عليها تدي تحميره غير خفيفه من الفوق، ومن بعد نشوفوها في صحن التقديم ان شاء الله.
وهنا البلا تاعي وجد، الطبق اللي حضرناه تاع البطاطا بالدجاج في الفرن جا بزاف شباب وريحته راها تشهي. نحط لكم هنا في الصحن تشوفوا كيفاش جا. البطاطا ذابت وهذيك المرقه تاعنا نشفت، ديك لاصوص شوفوا كيفاش راه. انا هنايا بعد ما شتاه بلي البطاطا تاعي طابت قلعت له هذاك ورق الطهي وخليته يتحمر شويه من الفوق. شوفوا كيفاش راهي البطاطا طايبه، وهذاك الدجاج اللي كان من الفوق تحمر معانا. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتفرحوا بها. ما بقى لي غير نقول لكم اللي دخلتوا جداد القناه كاع مرحبا بكم. ما تنساوش جيم للفيديو، اشتراك في القناه، هكا الوصفات الجدد كي نحطهم كاع يوصلوكم. نقول لكم نتلاقاو في وصفه اخرى والسلام عليكم.